مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم على الهامش. الجزء الأول من كتاب نظرية الفسق كان بمثابة صدمة إيجابية لنا كاملين، خلانا نراجعوا بزاف ديال التصرفات اللي كنديروها بلا ما نحسو. اليوم غادي نمشيو لبعيد مع الجزء الثاني. هاك الجزء كيركز أكثر على كيفاش نعيشو، ماشي غير شنو خاصنا نصحو. فهد الأحمدي في هذا الكتاب كيعطينا وصفات عملية باش نعاودو بناء الشخصية ديالنا. وجدوا راسكم، حيت هاد الدقائق تقدر تكون هي البداية ديال تغيير حقيقي في حياتكم. القاعدة الأولى: إعادة برمجة السيستم الداخلي. أول قاعدة كيتعمق فيها الكتاب هي البرمجة اللغوية والذهنية. تخيل معايا بلي عقلك هو الهارد ديسك، وأي كلمة كتقولها لي هي الداتا اللي كتخزن فيه. بمعنى عقلك بحال التليفون، وأي فكرة كتدخل ليه بحال التطبيق اللي كتثبت فيه. المشكل بزاف ديالنا عندهم سيستم عامر بالأفكار السلبية. أنا ديما كنغلط، أنا ما عنديش الزهر، الخدمة ماشي ديالي. فكر معايا دابا، واش عمرك قلتي لراسك شي حاجة سلبية وبقيتي كتعاودها حتى ولات حقيقة في حياتك؟ مثلا شحال من واحد كيقرأ ولكن كيقول أنا ما عنديش مستوى ديال الخدمة، وكيبقى خدام شي خدمة ما كتناسبوش غير حيت مقتنع باللي ما يستاهلش كتر. هنا الكاتب كيقترح علينا قاعدة الإحلال، يعني أي فكرة سلبية دخلات خاصك تخرجها وتعوضها بفكرة إيجابية فورا. ماشي غير تفاؤل أعمى، ولكن إيمان بالقدرات. مثلا عوض ما تقول أنا فاشل حيت خسرت في المشروع، قول أنا دابا عندي خبرة حيت عرفت طرق اللي ما خدامينش. وتذكر باللي عقلك كيرد ليك داكشي اللي عطيتيه. القاعدة الثانية: فن اتخاذ القرار والهروب من فخ التردد. دابا خلينا نهضروا على واحد العدو اللي صامت، وهو التردد. بزاف ديال الناس ماشي فاشلين، ولكن غير متردين بزاف. كيبغيو يبدلوا حياتهم، ولكن كيبقاو كيتسناو اللحظة المثالية. مثلا واش عمرك شفتي شي واحد باغي يبدا مشروع صغير ويبقى عام كامل غير كيجمع المعلومات، في الأخير كيشوف حد آخر بدا ونجح؟ وهنا فكرة صامتة. الكمال ما كيوصلش للنجاح، كيوصل غير الانتظار. الكاتب كيعطي حل بسيط: تحرك حتى إلا ما كنتيش جاهز 100%، وجرب قاعدة 5 ثواني، ونوض ديال الفعل قبل ما عقلك يخلق لك الأعذار. وهنا كيجي السؤال: شحال من فرصة ضيعتيها غير حيت قلتي غدا نبدا؟ قاعدة ثالثة: الناس كيشدوك لتحت. دابا ندخل لشي حاجة كتأثر علينا بزاف، وهي الناس. حيت ماشي غير قراراتك هي اللي كتصنع حياتك، ولكن حتى الناس اللي كتحيط بك. مثلا واش عمرك جلستي مع شي صحاب غير الشكوى، غير السلبية، وخرجتي وانت حاس براسك طايح نفسيا بلا سبب؟ الكاتب كيقول لك حاجة قوية: ما تسمحش لحتى حد يسرق منك طاقتك. تعلم تقول لا بلا ما تحس بالذنب. حط حدود واضحة، حيت الحقيقة ماشي كل الناس خاصهم يكونوا في حياتك. خاتمة: هادشي اللي ذكرناه اليوم هو غير شوية من بزاف من هذا الكتاب الرائع نظرية الفسق الجزء الثاني. كيعلمنا باللي السعادة والنجاح هما مهارة كتعلم ليها، ماشي حظ كينزل علينا من السماء. الخلاصة: نظرية الفسق الجزء الثاني ماشي كتاب كيعطينا حماس مؤقت، ولكن كتاب كيدفعنا
نشوف راسنا بصدق. النجاح ماشي حظ، النجاح هو طريقة تفكير زائد قرارات زائد بيئة. وفي الأخير شكرا حيت كملتوا معنا حتى لهنا. كنتمنى هاد الحلقة تكون خلاتك تفكر بطريقة مختلفة، وخلي لنا في التعليق إجابة ديالك على هاد السؤال. إلا خاصك تختار حاجة وحدة تبدلها دابا في حياتك، شنو غادي تكون؟ خليو لنا آراءكم حيت كنتعلموا منكم بزاف. واللي عجبك هاد الفيديو شارك معنا في القناة، دير لايك، سبسكرايب، فعل الجرس، حيت الفيديو الجاي غادي يكون على كتاب آخر يقدر يبدل لك حياتك.